هل سمعت عن الراجل اللي اسمه محفور على واحد من أكبر شوارع القاهرة، لكنه مات في زنزانة بدون حتى وداع؟ إزاي؟ شارع باسمه ومات في السجن؟ هو مين؟ ده صلاح سالم، أحد أبطال ثورة 23 يوليو. مش مجرد ضابط، ده كان صوت الثورة في الإذاعة. وبعدين اتهموه بالخيانة. هو اتولد فين؟ وعاش إزاي؟ سنة 1920 في الخرطوم بالسودان. أبوه كان طبيب بيطري في الجيش المصري. عاش في بيئة عسكرية بسيطة، بس جواه كان فيه حلم كبير. يعني اتربى ما بين الجدية والانضباط. دايماً الناس اللي بتعيش ببساطة بتطلع أبطال حقيقيين. كمل تعليمه في مصر وتفوق في كل حاجة، وبعدين دخل الكلية الحربية سنة 1939 في عز الحرب العالمية الثانية. الله، يعني كان جزء من الجيل اللي شاف النار وشاف الخيانة من الملك والنظام القديم. بالظبط. خدم في سلاح المشاة وشارك في حرب فلسطين، وهناك عرف إن مصر محتاجة ثورة. كان من الضباط الأحرار، من أوائل اللي انضموا للتنظيم سنة 1949. بعد الثورة بقى عضو مجلس قيادة الثورة واستلم وزارة الإرشاد القومي. يعني هو اللي أطلق إذاعة صوت العرب؟ وصوته كان بيوصل لكل بيت في مصر والعالم العربي. كان قائد حرب إعلامية ضد الاستعمار، وكان بيكتب التاريخ بالميكروفون. طب ليه اتسجن؟ ليه اتهموه بالخيانة؟ لما اختلف مع عبد الناصر في إدارة الأمور، خصوصاً في موضوع سوريا، قدم استقالته. لكن بعد شوية اتهموه إنه بيتآمر ضد النظام. ووقتها حصلت محنة مراكز القوة، صح؟ اتسجن مع جمال سالم وخالد محي الدين، واتحكم عليه ب15 سنة. لكنه مات بعد 4 سنين بس، سنة 1962. ومات في الزنزانة؟ أزمة قلبية مفاجأة ومفيش جنازة، حتى عيلته معرفتش تزوره. بس ليه شارع باسمه؟ علشان رغم كل اللي حصل، مصر ما نسيتش اللي ضحى عشانها. شارع صلاح سالم في قلب القاهرة شهادة إنه كان بطل، حتى لو اتهموه ظلم. هو ده مصير اللي بيحب مصر؟ البطل الحقيقي مش دايما بينال المجد في حياته، بس التاريخ بينصفه في النهاية. صلاح سالم اسم محفور في الذاكرة، مش بس في الشوارع، في قلوب كل اللي بيحبوا مصر. اشتركوا في بودكاست حكايات مصرية، لأن كل اسم في شوارعنا وراه قصة تستاهل تتحكي. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار، ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوت.